إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا مسبب الاسباب، ان ابليس هو عدو الانسان الاول. فكان لازم تيجي الموضوع بكده، لازم يجي الموضوع بالشكل دوت عشان يبين لك حجم العداوه ما بين ابليس وما بين الانسان. خرجه من الجنه، خرجك من الجنه، خرج الانسان من الجنه. يعني خلاص، هي الجنه ديت يعني احنا كان لينا عايشين في الارض عشان اكبر هدف لينا بعد كده ان احنا نتوفى ونخش الجنه، فهو خرجك منها. يبين لك مثل ان اكبر درجه عداوه ما بينك وما بين الشيطان. شايف الشيطان لو تابعته ومشيت وراه هيوديك فين؟ طب هو اصلا خرجك من ايه ووداك فين؟ فكان ربنا بيضرب المثل دوت، او حط الوضع دوت عشان يبين لنا الفرق ما بين الخير والشر، وما بين الشيطان ده هيوديك فين، وما بين انك تسمع كلام ربنا هيوديك فين، وتسمع كلام الشيطان وداك فين. فده دايما انا بقول ان الكون الكون بناء هندسي متكامل. بناء هندسي متكامل برضه نفس الكلام ده كله هو بناء هندسي متكامل من صنع الخالق الله عز وجل. تسلسل الاحداث او تسلسل الديناميكيه بتاعت الحدث نفسه تيجي لك بالشكل دوت عشان تضرب المثل ليك انت بقى على الجاهز كده. تضرب المثل ليك على الجاهز كده. شايف لما مشيت ورا الشيطان وصلت لحد فين وخرجت منين؟ لو كنت سمعت كلام ربنا ونفذت كلام ربنا كنت هتعمل ايه؟ فهو ده الهدف كله من القصه، ده الهدف كله من قصه نزول ادم عليه السلام للارض، وخروج ابليس من الجنه.